الأخبار الموجزة اليوم السبت. قال نائب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية: تم يوم أمس الجمعة نقل 3 أسرى أفغان إلى بلادهم من خلال شرطة الإنتربول وفقا للتفاعل الجيد والاتفاق الخاص بين وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية وحكومة الكويت. صرحت وكالة المعايير الوطنية إن إيرادات هذه الوكالة زادت 5 مرات مقارنة بالسابق، وفي العام الماضي جمعت حوالي 2.2 مليار أفغاني. ستعاد أراضي الوقف الأفغانية في مكة وجدة اللتين اشتريت في حكم مختلف حكام الأفغان. وجاء في بيان صحفي صادر عن وزارة الإرشاد والحج والأوقاف أنه بعد إعادة هذه الأراضي سيبنون مساكن دائمة للحجاج الأفغان. ينتج مصنع ألبان في مدينة هرات الصناعية 100 طن من الحليب الطازج واللبن والجبن ومنتج الألبان الأخرى يوميا. صرحت وزارة الدفاع الوطني: تم تصليح وتجهيز مروحية روسية من طراز MI-17 وأخرى من طراز MI-35 للتحليق نتيجة للجهود المتواصلة التي يبذلها الفريق الفني والمهني لسلاح الجو. وتضيف الوزارة أنه تم إسلاح 75 طائرة مروحية وتجهيزها للطيران. زادت الرغبة في الاستثمار مع وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم. يقول مسؤول مصنع في نجرهار إنهم استثمروا $1,000,000 في إنتاج الأكياس البلاستيكية ووفروا فرص عمل لنحو 150 شخصا.